اهلا بك يا عزيزي. النهارده عندنا فيديو من سلسله العاب الرعب، وفيديو النهارده عباره عن اني مريض نفسي بيجيلي كوابيس وتهيؤات وفي وحش معين بيطلع لي في الاحلام بيطاردني، وفي الواقع بشوف وحش زي طائر كده. حابب قبل ما ابدا حابب اشكر على التفاعل اللي كان في السلسله الاولى اللي نزلت فيها فيديوهين من ذا بويلينج 1، ومعرفش انزل التالت امتى، بس حابب اشكر على التفاعل الرهيب اللي كان موجود والكومنت الايجابي لما افتكر كان جاي لي كومنت ايجابي كويس قوي، فحابب اشكر عليه برضو. خليك مع الفيديو دلوقتي. المفروض هنخش دلوقتي، وبعدين هو بيقول شابتر في شابترات وفي نيتات. خلاص مش مشكلة، هنخلي الموضوع ميديوم. وبعدين اخترت الماب دوت اليوم الأول، الليلة الأولى قصدي. ده تعليم على ما أعتقد. بعدين لازم بيقول إن أنا أتفاعل مع الدولاب علشان عشان استخبى ازاي. طيب ده عشان استخبى. تقريبا هستخبى من حد. بعدين في اماكن في البيت انت ممكن تستخدمها عشان تستخبى برضو، وده تقدر تاخد الحاجات بالمنظر دوت. وبعدين برضو ممكن ارميها بالمنظر ده. بعدين مبروك انت استكشف البيت وخد بالك الكلام زي دوت. وبعدين كم اعمل واجبات المنزل، وانت هتقدر تعيش الليلة ان شاء الله. انا ما بموتش ما قصديش كده، أنا قصدي بقدر ربنا طبعا، بس في الالعاب صلح التلفزيون. وبعدين هنحط الالعاب في الصندوق. ما اعرفش فين الالعاب اصلا احطه. وبعدين هغسل سناني. طب استني، فين الالعاب؟ الالعاب هناك، معمول لي هناك. يلا بسرعه. هاخد الالعاب كلها كده اهو. ده انا هلمها واحده واحده. نهار ابيض، وانا هضربها كمان. اخدها احطها هنا، دي كمان هنا. ودور على دي كمان مش عارف دي دي، بس حطها برضو. بس خلاص خلصنا. بعدين هنروح اغسل سناني تحت في الحمام. المفروض الحمام فوق جنب أوضة النوم، بس مش عارف ليه عاملينها تحت. واحدة فوق وواحدة تحت، ده المفروض. ده المفروض. دلوقتي بغسل سناني عشان هندخل ننام ونصحى لليلة التانية بقى نفس لعبة الرعب بتاعت مش عارف، تقريبا من قبل 5 أيام. ف نفس الموضوع. همشي. وبعدين ده ثانية. بعدين هلاقي حاجات وبتاع، وهكمل ليالي وهغسل وهنضف والكلام ده كله. هنا مكتوب مش عارف البلاشز ده، ومش عارف الكريب ده كمان بصراحة. فانا هاخد بكده اللي هو هاخده اللي هو مش عارف اقولها ازاي. أه... هبد. ايوه هبد. تقريبا هو قصده كده. اخد الالعاب واحطها هنا. خلاص سهلين سهلين. هاخد كل الالعاب دي كلها دلوقتي، الالعاب دي كلها وارميها هناك. ده ده ازاي مت؟ مش فاهم انا. بصراحة ما كنتش مركز. انا كنت ب... مش عارف بعمل ايه في البتاع، فما كنتش مركز خالص. بس احنا لسه الليلة التانية ما شاء الله، ومتنا على طول كده ما شاء الله. تمام. طب انا مش عارف ازاي اخد بالي منه، ولا اعمل ايه، ولا الباب مفتحش. لازم. بيعلمني تاني اللي هو مت في نفس الليلة وكده تا- خلاص ماشي، مفيش مشكلة، نتعلم تاني. هاخد الحاجة ارميها تاني، وبعدين اروح اشوف المهام اللي ورايا. وسع بقى كده. مبيتفتحش الباب. انا اقدر، بس الباب مبيتفتحش. ايوه اهو اتفتح دلوقتي. خلاص دلوقتي هنزل. لا مش هغسل سناني. كان هغسل المواعين دلوقتي. هم غسل المواعين. اللي تقدر واللي تفكر واللي تقشر واللي تحضر ويوماتي تعجن وتخمر. اسلم ايدك ست اميره. اللي تخرط واللي تطش واللي تربط واللي هو لازم احط الاطباق في الحوض بس كده. خلاص بس ماشي، مفيش مشكلة. نحطه بعدين ناخد شاور، بعدين ننضف. يا نهار ابيض، هو لازم ابص ولا لازم اهرب ولا لازم اعمل ايه؟ اظهر لي فجأة بس جسمي قشعر، بس اتخضيتش. مش عارف اعمل له ايه ده. هو اتعلق كده.
هو وقف، لازم ابصله على ما اعتقد. ما هو بيتحركش. ما هو طويل بس ما بيتحركش، مش عارف. احنا لسه في الليلة الأولى. انا ابيض. طب انا المفروض اتصرف ازاي دلوقتي؟ مش عارف. ثانية واحدة، هاخد الكورن فليكس. امشي امشي يا بابا. هناخد ايه يعني؟ مش عارف امشيه ازاي هو. بس انت تفضل باصص لي كده كتير يعني؟ انت كده يعني باصص لي وبتضحك كده يعني، مش هتعمل اي حاجة يعني؟ انا في الباب. مش فاهم المفروض اعمل لك ايه طيب؟ انت بتموت طيب ولا بتعمل ايه انت؟ طب انت سدد الباب. اه، سدد الباب، وسع وسع. مفيش فايدة، مفيش اي فايدة. اعمل لك ايه دلوقتي يعني؟ انا بجد المفروض اتصرف ازاي في موضوع زي ده يعني؟ ده بيتفتح؟ لا ما بيتفتحش هو كمان. اه ده مش باب اصلا، ده مرسوم. خلصنا دي، خلصنا. مكتوب كابوس، بس المهم خلصنا. انا بحلم في كابوس. مم. نفس الليلة برضو، نفس الحاجة، بس لازم اخد بالي بقى المرة دي عشان انا مت فجأة كده، مش عارف مت ازاي، انا ذات نفسي معرفش. مش عارف مش اسمع صوته ولا اعمل ايه. هو ظهر فجأة كده وانا بصلح. ثانية اصلحه كده، بعدين ممكن يظهر كده فجأة. حتى في الكابوس بيعمل واجبات منزلية، مش عارف ده ايه ده. المهم مفيش اي حاجة لحد دلوقتي اهو. ده بيجي عليا، ده بيجي عليا دلوقتي، بقى فيه مطاردات. ايوه بقى فيه مطاردات دلوقتي، مش زي الاول. ده لسه بيطاردني، لسه بيطاردني. دلوقتي المفروض اتصرف ازاي طيب؟ مت برضه. انا بجد المفروض اتصرف ازاي؟ هو دلوقتي جاله كابوس وطلع له الكائن دوت، انا المفروض اتصرف ازاي؟ احنا لسه في النايت 1، لسه ما عرفناش نهرب او نتصرف. اه ظهر تاني. انا اصلا قاعد بحط البتاع وبتهيأ كل شويه. ابص كده ممكن يكون ظهر، ابص تاني ظهر، ابص الاقي حاجه سودا، ابص الاقي كرسي ظهر، ما ظهرش لسه، ممكن يكون ظهر. في النهايه طلع لي في الحمام واقف يتفرج عليا وانا بستحمى كمان. ما مش عارف مش يعني مش هيطلع ولا هيفضل بس كده كتير، ولا بيهاجم ولا بيعمل اي حاجه، بس باصص كده، باصص. مش اي حاجه. ثانيه اطلع اجيب البتاع دوت، كورن فليكس. هات الكورن فليكس. اوعى. لا، بدأ يتحرك اه، بس بعدها وقف تاني. ايه ده؟ طب هو بيتحرك كده كجامب سكير ولا بيعمل ايه بالظبط؟ عشان مش فاهم يعني. هو يعني بيتحرك وبيقف، بيتحرك وبيقف. طب استنى اهو، خد. ده كورن فليكس بس نوع مختلف، خد. بس خلاص خليك كده كده. هخلص الموضوع ده بسرعة، وكده خلصنا نايت 1. نايت 1 او لسه في نايت مير على ما اعتقد. كل نايت بنايت ميرايا. نايت مير. الله اكبر، دايما بخسر بيه. انا مش عارف اتصرف ازاي. اسيبه كده ولا اول ما يجي اتوقع اقفل الباب؟ اقفل الباب اول ما يجي، هاجي استخبى هنا واقفل الباب على طول. بس خلاص ما ظهرش لحد دلوقتي، يبقى كده نايت 2 اسهل من نايت 1 بكتير بكتير، لو ما فيش نايت مير طبعا. ده لو لا في نايت مير. في
اتوقع احنا فهمنا الاستراتيجية. نفس الحاجة. ارمي الكرسي بس دلوقتي. ايوه ظهر. وراح دلوقتي اروح اسد الباب على نفسي. لو بيجري ورايا طبعا. هو ظهر بس مش بيطاردني المرة دي بقى. لا بيطاردني. شكله قريب من العلامة الحمراء دي، شكله قريب قوي. هروح اقفل الباب واسده على طول. سد. هات الكرسي سده. ازاي سد؟ ايه ده بيدخل بين البيبان. يا نهار ابيض، كده خسرنا نايتو برضه. يا نهار ابيض. هروح بسرعة اسد على نفس الباب، ويا رب ما يرشقوش زي ما رشقوا اول مرة. بس خلاص استخبى هنا تحت. ما اقدرش استخبى، مفيش مكان استخبى فيه هنا اصلا. هيقدر بقى يخترق الباب ويدخل ولا لا؟ مش عارف بصراحة. انا مستني. بيخبط. شكله بيخبط. حاول يرشق الباب، حاول يخترق الباب. اول مرة اخترق الباب، دلوقتي قاعد باحترام بيحاول يفتح. ماشي. بس خلاص مشي. حط دلوقتي 2. الباب. هروح اسد نفسي ورايا بسرعة. اقفل. خلاص خلصنا نايت 3. ان شاء الله هنكمله في الفيديو اللي جاي. وبكده نكون ختمنا وخلصنا، مش ختمنا بس خلصنا جزء من اللعبة، او معرفش جزء ولا لا، او معرفش هو كام ليلة اصلا، بس يا اما 7 يا اما 14. فانا بصراحة مش عارف، انا بس بخمن. المهم ان احنا نكون خلصنا جزء من اللعبة، مش جزء كبير بس مهم ان احنا فهمنا الموضوع. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لو ما عجبكش برضه اعمل لايك وسبسكرايب علشان اللي بقدمه يوصل للناس ممكن تحب وتستمتع وتقدم وتدعمني باللي انا بقدمه ده. عايزين جزء تاني من الفيديو ده فانا ممكن اعمله عادي، وما تنسوش تكتبوا في الكومنت. والسلام عليكم.